تجربة شوي فروج قزم بالفخارة بالبيت. بدنا نغسل الفروج كتير منيح، الفروج بينغسل وضروري ينغسل، بس غسيل الفروج له اصول. بدنا نفضي كل شيء حوالين المجلة، وبنحط ثلج لنتاكد انه المي حتضل بارده. بنحط ملح، بدنا خل ابيض، وبننقع الفروج فيهم 10 دقائق. هاي الحركة ما تعمل ولا انه ممكن يدوخ. لازم ينغسل الفروج، ما في مشكلة انه ينغسل بحد ذاته، المشكلة اللي بتصير هو بطرطشة المي. لازم نعمل خلطة مثل اللي انا عملتها، بننقع فيها الفروج، بنرجع بنكبها لهي الخلطة، بنحط مي نظيفة، بعدين بنشيله وبنصفيه. هيك فروجنا بيكون صار نظيف. غسلوا فروجكم وخليكم اوريجينال. ممكن بالمعمل يوقع الفروج على الارض يشيلوه ويحطوه عادي، مثل ما انتم ما بتغسلوا يمكن هني كمان ما بيغسلوا، الا اذا شي شركه اثبتت العكس. وبس نخلص بنعقم المجلة وبنغسله كتير منيح. هلا بدنا كسرولة وزبدة حيواني لنجهز خلطة الزبدة. بتجيبوا زبدة حيواني، كيف بتتأكدوا؟ من هون المحتويات: قشدة حليب بقر مبستر، بس يكون مكتوب هيك يعني هذا معمول من الحليب مش من الزيت. بنشيل تقريبا 80 جرام، بنحط فوقهم ملح، فلفل اسود، بابريكا، وزنجبيل ناعم. ناخذهم على نار رايقة ليذوبوا ويغلوا شوي. لازم البهارات يسخنوا لحتى تطلع نكهتهم اقوى. بس تعملوها وتشموا ريحتهم بتعرفوا شو قصدي. فضيهم بعلبة مثل هاي، نبعتها على الجالي دغري. وعلى السريع بنقشر حبة بطاطا كبيرة، بنغسلها ونجيب سكينة كبيرة لنقص لها كعبة بطريقة جالسة. وهلا بنجيب الفروج القزم ونقعده على حبة البطاطا، بنطوي له جوانحه بهالطريقة. وهلا ضروري نجيب إبرة دكتور الأسنان الحنونة هاي، وبنسحب أول كمية. هاي الإبرة بيجي لها كذا فخد بالراس لتوزع الزبدة كتير منيح باللحم. وصلها لتحت وبصير أنا وعم بحقن اطلع فيها. شفتوا كيف بلش ينفخ؟ وهلا مندهنه سقيله. اقسم بالله قعدة زعيم وشيخ. وصل عرش الملك يا جماعه، يا هيك الملوك يا بلا. فخاره الكبيره نجيب الملك مثل ما هو مع حبه البطاطا وبنحطه بالكعب هيك، ما بدق بالفخار من هون سو ما بيحترق وما بيلدع. بهالطريقه عم بعتمد انه الفروج يستوي على حراره الفخار. الفرن بحمل الفخار من برا والفخار بيعطي الحراره للفروج. نكهه الاكل بتفرق حسب شو الشيء اللي عم يستويها. وهي البطاطا خلوها بقشره لانه بلا قشره حتفرط تصير مطحونه طحن. اكيد دجاج يعني توم. والخبريه اكيد بدها كم قرن حر احمر. كبايه مي وحده بندلقها بكعبه كرمال الخضره ما تحترق والفروج يطلع جوسي، لانه الغطا ما حيسكر والحاجه ام الاختراع. نجيب فخاره ثانيه ومنطبها فوقها. وهلا على الفرن حنولع الفرن، نحميه شوي على الفرن. اخذت ساعة بالفرن، الريحة كتير قوية. جيبوا فخار وتأكدوا انه حرارة وجربوا الطبخ فيه، بيعطي نكهة كتير حلوة. اكيد بدنا توم، ريحة كتير قوية. واو كتير طيب، تجربة ناجحة وكتير طيب، روحوا جربوها. اوريجينال.